انت عارف ان انت وانت بتشرب مشروبك المفضل ممكن تكون قاعد تحفر حفرة في اسنانك في نفس الوقت؟ 3 اخطاء بنعملهم واحنا بنشرب او بناكل. ورقم 3 لو تجنبتها هتحميك من نص التسوسات اللي بتحصل لاسنانك. اولا رجرجة الصودا او العصير في الفم اثناء الشرب. الحركة دي بتخلي الاحماض تغلف اسنانك من كل النواحي، وبالتالي هتدوب طبقة المينا عندك اسرع واكتر. فلو هتشرب حاجة حمضية او حاجة مسكرة يفضل تستخدم شاليمو او شفاطة علشان تبعد السوائل ديت بقدر المستطاع عن معظم اسنانك الامامية والخلفية. ثانيا السناكس طول النهار رايح جاي سناكس وعايز تخس بتعقبلني. اللعاب دايما بيحتاج فترة راحة بدون اكل علشان يقدر يعيد بناء المعادن اللي فقدت منه. كل ما انت تاكل تاني اللعاب بيرجع حمض تاني، هو محتاجة تسيبه ساعة بس يرجع تاني يكون المعادن اللي كانت موجودة فيه وفقدت، ويرجع تاني متعادل او نيوترال او حتى قاعدي، علشان هو ده البيئة والمناخ اللي بيقدر يحافظ على اسنانك من غير تسوسات. اما بقى الصدمة في رقم 3 اللي قلت لكم عليها، وهي انك بتغسل اسنانك ولكن بتنسى طبعا لسانك. كلنا بننسى لساننا كلنا، واللسان طبعا يا صديقي العزيز هو اكبر مخزن للبكتيريا والروائح الكريهة. فلو غسلت اسنانك وما نظفتش لسانك فالرائحة الكريهة هتفضل موجودة وكأنك ما عملتش حاجة، لان البكتيريا هترجع تاني لاسنانك في ثواني. فلو سمحت من فضلك نظف لسانك كمان وما تنساهوش. فهتعمل 3 حاجات: نظف لسانك، تقلل السناكس، هتحافظ على ضحكتك. يا ريت تقول لنا بقى انت بتغلط انهي غلطة فيهم في الكومنتس، واي حد عنده سؤال يسألنا في الكومنتس وهنجاوبه. واشوفكم على خير في فيديو جديد، وكان معاكم دكتور عبد السلام محمد، وسلام.